السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا كل اصحابي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. اهلا بكم في قناة اسهل الوصفات مع مطبخ نونا. فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى والذ قرص طرية او القرص الفلاحي بمكونات سهلة وبسيطة عندنا في كل بيت. المكونات بتاعتنا زي ما احنا شايفين قدامنا كده. عندي 3/4 كيلو دقيق منخول، او لو بالكوباية المعيارية يبقى 4 كوبايات ونص. وعندي ذرة ملح، ومعلقتين كبار سكر حبيبات، ومعلقتين زيت، 3/4 كوباية سمنة سايحة، معلقتين قشطة بلدي وده اختياري، لو مفيش اي مشاكل. وعندي كوبايتين لبن رايب، او ممكن نستخدم مية بس، او لبن بودرة، او زبادي ومية، المتاح عندك. وعندي 3 معالق كبار سمسم، وعندي عجوة معجونة بريحة الموز وسمنة، وعندي ملبن برضو معجون بسمنة ومكورة كور، ولبن بودرة، وخميرة فورية، وبيكنج باودر. وعندي برضو حبة البركة وريحة الموز وهي الفانيليا. ريحة الموز استخدمناها في العجوة. هندخل في الفيديو بتاعنا على طول. هنجيب مع بعض كده طبق علشان نحط فيه المواد الجافة كلها مع بعض. اول حاجة هننزل مع بعض كده بال3/4 كيلو دقيق المنخول، او ال4 كوبايات ونص دقيق. وهحط معلقتين كبار لبن بودرة، وهحط معايا برضو، انا معايا هنا فانيليا خام. تمام. هنحط حوالي نص معلقة صغيرة. وبرضو كيس البيكنج باودر، الكيس بيتحط الكيلو، فاحنا معانا هنا 3/4 كيلو دقيق، يبقى هنحط 3/4 الكيس. بالشكل ده. وهنا هنحط الخميرة. كل كيلو دقيق بياخد كيس خميرة، فاحنا عندنا 3/4 كيلو دقيق، يعني هنحط 3/4 كيس خميرة. وهنجيب 3 معالق كبار السمسم. السمسم ده ماهوش متحمص ولا حاجة، هنحطهم برضو على باقي المقادير. وكمان ما ننساش نحط ذرة الملح، حاجة بسيطة خالص، يعني اقل من ربع معلقة. وزي ما احنا شايفين مع بعض كده، انا حطيت كل المواد الجافة مع بعض. هنخلطهم كويس جدا جدا، ما نخليش اي حاجة مش متلخبطة مع بعض، علشان بعد كده هنزل بالسوائل. وهنا هنضيف ال3/4 كوباية سمنة السايحة، وهنضيف كمان معلقتين الكبار زيت. طيب لو ما عندكيش سمنة ما ينفعش نعمل الوصفة دي؟ لا طبعا ينفع، ممكن نستخدم زيت بس، وممكن نستخدم سمنة بس. المتاح عندك اعمليه، بس انا كان عندي سمنة فعملت بالسمنة. الوقت بقى هنبس الدقيق بالسمنة والزيت كويس جدا، يعني نخلي حبيبات الدقيق كلها تتغلف تماما بالسمنة والزيت. نفضل نبسها على ايدينا كده كأن بنبس قرص او كحك، عشان القرصة تبقى معانا جميلة. زي ما احنا شايفين انا بغلف كل حبيبات الدقيق بالسمنة. وكده انا اعتبر خلصت
بس الدقيق بالسمنة والزيت زي ما احنا شايفين مع بعض كده. وهجيب القشطة اللي انا كنت قايلة عليها، هحط معلقتين القشطة الكبار. ولو انتي مش عايزة تحطي قشطة خلاص مفيش اي مشاكل. وهنجيب اللبن الرايب الكوبايتين، بس انا مش هحطهم كلهم، هحط حوالي نصهم وهخلط العجين كله مع بعض. وبعد كده ارجع اضيف تاني ومعلقتين السكر الكبار، وادخل كل المكونات مع بعض زي ما احنا شايفين كده. اقلب كده، وكل لما الاقي المكونات دخلت مع بعض هلاقي العجينة بقت مرتاحة معايا اكتر. هنزل بكمية اللبن المتبقية معايا والم بيها العجين كله. افضل الم العجين كله مع بعض كده لغاية ما تبقى العجينة معايا طرية وحلوة. طبعا اللبن بيديلها طراوة جميلة قوي. في المرحلة ديت انا عجنت العجين تماما، وزي ما انتوا شايفين معايا يعني بسم الله ما شاء الله عجينة طرية قوي. وبتجيبيها معاكي في كل اتجاهات هتلاقيها معاكي طرية ومرتاحة في ايدك. طبعا احنا مش هنخمر لان انا مش حاطة خميرة، بس انا حاطة خميرة وبيكنج باودر، فاحنا ان شاء الله هنشتغل مع بعض على طول. انا بجرب كورة كده ببططها بشوف القرصة معايا بتشقق ولا لا، فلقيت القرصة كويسة معايا. وهنمط كده العجين مع بعض. العجين ما شاء الله حاجة جميلة قوي. وهنا هنبدأ ان احنا نشكل العجين. هناخد قطعة كده ونكورها بين ايدينا تمام كده، وهنرص في الصينية. اجيب برضو قطعة تانية اكورها كويس بين ايديا وارصها برضو في الصينية. طبعا العجينة مرتاحة وجميلة وطرية قوي معايا وسهلة في التشكيل. هنا هخلص تكوير كل كمية العجين اللي عندي في الصينية. هنا انا عملت كل الكمية بتاعتي كورتها كور، وهنبدأ مع بعض ان احنا نحشيها بالعجوة وبالملبن. ما شاء الله عملت كمية حلوة. هنجيب كورة من العجين كده. طبعا انا ما بريحش العجين ولا حاجة، انا بشتغل على طول عشان معانا خميرة وبيكنج باودر مع بعض. واجيب قطعة ملبن وهفرد العجينة شوية كده وهحشيها في النص، واقفل عليها كويس كده زي البقجة، واقوم مكوراها تكويرة شوية صغيرين واقوم مبططها. ممكن تبططي بقى على ايديكي او ممكن تحطي على الصينية وتبططي اللي يريحك. تمام. بتتفرد معاكي بكل سهولة وطرية وجميلة جدا، ملمسها الصراحة سهل جدا في التشكيل زي ما احنا شايفين كده مع بعض. هنشكل واحدة كمان تانية. انا هنا برضو حشيت واحدة وقلت اما ابطط دي بقى في الصينية عشان تشوفوا برضو. شوفوا بتتبطط بكل سهولة. هنشكل بقى الكمية كلها ونرجع لكم. وبكده يا جماعة انا خلصت كل القرص اللي بملبن، وانا دهنتها بشوية لبن او بوش لبن، وبعد كده حطيت عليها شوية سمسم وبضغط عليها بيكون بيلزق معايا. طب لو مفيش لبن ولا وش لبن بجيب حبة مية وبحطها على وش القرص كده بلة خفيفة، وبعدين ارش عليها شوية السمسم واضغط عليها كده. هعمل معاكم حشوة القرصة اللي بعجوة. هجيب قطعة من العجين وهفردها شوية وهحط فيها الكرة اللي بالعجوة وهقفلها زي البقجة.
وبكورها كده واخلي البقجة بتاعت العجين لتحت. بعد كده اضغط عليها وافردها شوية وابططها، او ممكن ناخدها في الصينية على طول ونبططها في الصينية على طول، بس انا كنت هنا عشان ابقى قريبة للكاميرا كنت بوريها لكم بتتعمل ازاي. طبعا العجينة مرتاحة وطرية وكويسة معاكي، فهي سهلة التشكيل. كده انا خلصت الكمية كلها. عملت القرص اللي بالعجوة اللي من غير سمسم، والقرص الملبن اللي عليها سمسم، ودي شوية قرص سادة عليها حبة البركة وسمسم، برضو تدهنيها شوية لبن او مية. التسوية بتاعتنا فرن ساخن متوسط، الرف الاوسط من تحت الاول، وبعد كده بنفتح الشواية. دي القرص بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن، بسم الله ما شاء الله عملت كمية حلوة. دي القرص الملبن اللي عليها سمسم، ودي كانت القرص العجوة. ما اقولكوش الريحة بتاعتها كانت قلبة الدنيا، وبجد بجد وصفة سهلة وبسيطة جدا، وياريت اتمنى جدا ان انتوا تجربوها. شايفين القرص معايا كانت طرية، انا بضغط عليها بترجع تاني من كتر الطراوة بتاعتها، زي ما احنا شايفين كده مع بعض. دي كانت القرص اللي بعجوة، وهفتحها معاكم وتشوفوها شكلها من جوه. نعم مع بعض اهو. انا فتحتها معاكم، شايفين من جوه عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله، العجين طري ومتفتح وجميل، والعجوه سايحه ما هيش متحجره في قلبها. بتاعتها دي كده اللي بالايه، وهنشوف برضو القرص اللي بملبن، ونيجي نشوف اللي بالملبن اهي برضو ما شاء الله. انا فتحتها معاكم اهي، الملبن جوه متسايح اهو يا جماعه، ومتفتح قلبها من العجين، سايح وجميل وبألف هنا على قلوبكم يا رب. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بحبكم في الله، يا احلى حاجة في حياتي. قناة اسهل وصفات مع مطبخ نونا. مع السلامة.